مسلسلنا بيبدأ بهليان اللي داخل القصر يخلص على كل اللي موجودين ومحدش قادر يقف قصاده ولا يمنعه. وأول ما بيوصل للملك بيفضل يتوسله علشان ما يخلصش عليه، لكن هليان بيكون جاي يدور على يوان زوجته اللي هربت ومش لاقيها وعايزها علشان عشيرته وبلده هتنقرض بسبب عدم وجودها، لأن معاها حاجة هنعرفها كمان شوية، والحاجة دي هتحيي من تاني الشجرة اللي في مملكة هليان وهترجع كل حاجة لطبيعتها. بيعدي 3 سنين وبنلاقي ليانج قاعدة بترسم زي الشجرة اللي في مملكة هليان، لكنها مش عارفة هي بترسمها ليه ولا فاكراها هي فين أصلا، وده لأن ليانج اللي هي يوان سابقا جت من 3 سنين للمملكة دي وهي فاقدة الذاكرة، وخدها وقتها الأمير جيو واعتنى بيها وحبها وهي كمان حبته، وانتهى بيهم الأمر إنهم دلوقتي بيحضروا لمراسم الزواج بتاعتهم. وبيطمنها جيو إنه لما لقاها كان بيطاردها وحش وانتهى الحال بيها إنها وقعت على دماغها وفقدت الذاكرة، وبيحاول جيو إنه يخليها تنسى أي حاجة تخص الشجرة دي، قال يعني هي فاكراها اساسا، لان ليانج لو افتكرت اصولها ممكن ترجع من تاني او حد من العشيرة بتاعه مملكتها القديمة يلاقيها وياخدها منه. ولما بيسيبها جيو وبتيجي لليانج المساعدة بتاعتها اللي في القصر بتعرفها ان في مسابقة لبيع اللوحات، وبتفرح ليانج جدا وبتقرر انها تشارك باللوحة اللي رسمتها للشجرة. ولما بتقعد ليانج لوحدها بتنام ليانج وهي ماسكة اللوحة بتاعتها اللي عليها رسمة الشجرة، وبنلاقيها تخيلت نفسها في مكان غريب، واول ما بتلاقي ليانج اوراق الشجره بتنزل على ايديها بتختفي فجاه، وبتلاقي صوت بيكلمها انها بتنتمي للمكان ده. لكن لما بتفوق ليانج من الحلم الغريب ده بتقول لنفسها انها مش هتهتم بالماضي وهتركز في مستقبلها وحياتها اللي جايه مع جيو. بيوصل خبر لهليان اللي بيشتري اللوحه اللي عليها رسمه الشجره الخاصه بمملكته، وبيقول ان محدش يعرف الشجره دي غير شخص من العشيره بتاعته، وبما ان العشيره كلها انقرضت في ظروف غريبه وغامضه ما عدا زوجته يوان، كده بيتاكد ان يوان موجودة في البلد اللي تم بيع اللوحة فيها. بتخرج ليانج من القصر علشان تعرف إذا كان حد اتعرف على اللوحة ولا لأ، علشان تعرف منه إيه أصول الشجرة دي، لكنها للأسف بتتأخر بره القصر. وبيعرف جيو إنها مفقودة ومش لاقيينها، وما يعرفش إنها دلوقتي محاصرة ما بين اللي جاي علشان يخلص على ليانج علشان يقضي لهليان على زوجته ومملكته كلها. لكن في الوقت ده بيتدخل هليان اللي وصل عن طريق اللوحة وبيدافع عن ليانج وهي وسطهم مش فاهمة أي حاجة. ولما بتشكر ليانج هليان اللي انقذها، لكن هليان بيكون عمل كده علشان يعرف منها فين فرع ليانلي اللي هو مقسوم لنصين، نص معاه ونص مع زوجته يوان اللي هي حاليا ليانج، وعايز يجمع الفرع علشان يتم احياء الشجره والمملكه بتاعته من تاني. لكن للاسف ليانج بتكون مش فاكره اي حاجه ومش عارفه هو بيتكلم عن ايه. وهنا بيتدخل جيو وبيدافع عن زوجته المستقبليه، ولما بيكون خلاص هليان هيخلص عليه بتقف ليانج قصاده علشان تمنعه، لكن هليان بيكون مش همه ليانج بسبب هروبها زمان منه بفرع ليانلي، فبيطعنها هليان في كتفها وبتتصاب ليانج للاسف على ايده. ولما بيأمر جيو رجالته والحراس بتوعه انهم يقبضوا على هليان بيلاقوه اختفى عن انظارهم كلهم، وبنعرف ان دلوقتي بيبحث عن ليانج 2 وبيحاولوا يتأكدوا ان هي يوان اللي فقدوها من 3 سنين. بعدين بنروح لجيو اللي قاعد مع ليانج وبيراعيها بسبب اصابتها اللي خدتها على ايد هليان، وبيكون بيراقب القصر وقتها هليان اللي بيفتكر الماضي وطعنت ليانج ليه زمان وهروبها منه، يعني هو ردها لها دلوقتي فهم كده خالصين. بعد ما بيسيبها جيو علشان يطلع للحراس بتوعه بيأمرهم بزيادة الحراسة على ليانج ويقدروا يقبضوا على اللي حاول يأذيها وانهم يفضلوا في خدمتها علشان جوازها منه قرب. لكن ما يعرفش جيو ان ليانج بتبدأ تفوق دلوقتي، وبتلاقي هليان وصل لها ودخل القصر، ولما بيحاول يعرف منها مكان فرع ليانلي بيلاقيها مصممة انها ما تعرفش، فبيقول هليان ما بدهاش بقى وبيروح يخطفها من القصر. وهنا بيدخل جيو اللي دايما بيكون جاي متأخر وبتكون ليانج اختفت تماما. لما بيوصل هليان ومعاه ليانج للمقر بتاعه بتهدده ليانج انها هتخلص على نفسها لو ما سابهاش ترجع للقصر بتاعها، لكن هليان مش بيكون مهتم لحياتها اصلا وعايز منها بس فرع ليانلي، وبيسيبها هليان وبيخرج للمساعدة بتاعته وبيأمرها تعرف مين اللي حاول يخلص على ليانج في الليلة اللي فاتت. وعلى جانب تاني بيكون جيو كالعادة بيأمر حراسه انهم يدوروا على ليانج ويلاقوها. لما بنرجع لهليان اللي بيكون بيعامل ليانج معاملة زي الزفت وبيحاول يخليها تفتكر حياتها اللي فاتت علشان تساعده يلاقي فرع ليانلي، لكن يا عيني ليانج مش فاكرة حاجة ولا عارفة مين ده ولا ظهر لها ليه اصلا. بيهددها هليان انه هيخلص عليها المرة دي بجد لو ما افتكرتش هي مخبية الفرع فين. وبيطلع بعدها هليان للمساعدة بتاعته اللي بتعرفه حياة ليانج اللي جت وعاشت هنا وباين عليها فقد الذاكرة. نتمنى تكون حسيت بالذنب يا هليان دلوقتي، اهي البنت مش فاكرة هي مين اصلا. فبيرجع لليانج
من تاني وبيجيب لها اكل المرة دي، لكن بيلاقيها مش طايقاه ولا عايزة تعرف حتى هو مين ولا علاقته بيها كانت ايه زمان، وعايزة ترجع للقصر من تاني. هنا بيتعصب عليها هيليان علشان هي مش فاكراه ولا فاكرة انه كان جوزها من 3 سنين، وبيأمرها تمشي. بتجري ليانج من المكان قبل ما يغير رأيه، وبتقابل بعدها جيو اللي بياخدها وبيرجعها للقصر من تاني. ولما بترجع ليانج القصر وبتبدأ تجهز ليوم فرحها على جيو، بيكون من العادات والتقاليد عندهم ان الزوجين يهدوا بعض اكتر حاجة غالية عندهم، ومش بتلاقي ليانج معاها اغلى من دبوس الشعر بتاعها اللي متبقي من حياتها اللي فاتت اللي مش فاكرة منها حاجة. بس بتكون ليانج قلقانة من اليوم جدا، خصوصا ان في 2 بيحاولوا انهم يخلصوا عليها، لكن جيو بيكون عامل حسابه بالحراس اللي ما بيعملوش اي حاجة دول، وبيكون مراقب كويس جدا كل حاجة في المدينة، لحد ما بتظهر ليانج وبتسلم هديتها لعريسها. ولما بيكون جيو عايز يديها قرص السما الخاص بمملكته، لكن بيتدخل المساعد بتاعه وبيقول له ما ينفعش انه يديها حاجة زي دي كمان من غير موافقة باباه الامير. فبياخد الهدية بتاعه جيو وبيبدلها بلؤلؤة، وهنا بتهديه ليانج الهدية بتاعته وهو دبوس الشعر. ولما بيشوفها هيليان اللي بيراقب الفرح بيتأكد كل شوية ان هي يوان بسبب دبوس الشعر اللي هربت بيه من 3 سنين. واثناء مراسم الاحتفال بيتدخل الراجل اللي عايز يخلص على ليانج، لكن هيليان بيتدخل وبيحميها، وبيتبدل الفرح من انبساط وزغاريط لناس بتضرب بعض وبيحاولوا يخلصوا كل واحد على التاني. وبيروح هيليان في وسط الزيطة دي وبياخد ليانج وبيرجعها تاني للمكان اللي قاعد فيه، وبيبدأ يحكي لها هيليان عن الشجرة اللي رسمتها، وبيرجعها تاني لمكان المملكة من خلال فرع ليانلي الخاص بيه، وبيفكرها انهم اتجوزوا تحت الشجرة دي من 4 سنين، وبيبدأ يديها علامات تدل على انه فعلا يعرفها كويس. وبتفتكر فعلا ليانج ذكريات ليها معاه بعد ما بتلمس فرع الشجرة، وبتعرف ليانج وقتها ان العشيرة كلها بسببها تحت الارض، وبإحياء الشجرة دي بواسطة فرعين ليانلي هيتم عودة الشعب من تاني. فكده ليانج عليها انها تفتكر مخبية الفرع فين، وبيأمرها انها تفضل معاه لحد ما تفتكر، وبعدها تروح في اي حتة لانه مش مهتم لامرها اصلا. لكن بيبان عكس كده لما بتبدأ حنية هيليان تظهر عليه، لما بيوافق ان المساعدة بتاعته تديها اكل وتهتم بيها وبجرحها. ولما بيجي تاني يوم وبتطلب ليانج من هيليان انها موافقة على كلامه، لكن بشرط انها تقابل جيو تفهمه اللي حصل علشان خايفة على مشاعره برضه. فبيوافق هيليان على طلبها وبياخدها لقصر جيو، وبتطلب وقتها ليانج منه انه يلغي الخطوبة علشان تعرف ايه اخرة هيليان اللي ظهر، وبيقول لها انه جوزها كمان ده. لكن جيو بيكون رافض انه يلغي الخطوبة علشان سبب زي ده، خصوصا انهم لسه متأكدوش من كلام هيليان. بيوصلوا القرار في النهاية ان يفضل هيليان معاهم في القصر علشان يفضل تحت عين جيو. لكن بيجي في الوقت ده خبر وصول والد جيو للقصر اللي جاي علشان يكمل على جيو اللي كان هيدي قرص السما لليانج، اللي اصلا ابوه مش موافق على جوازهم بسبب انها غريبة عن عيلتهم. لما بيروح جيو يستقبل باباه، هنا الملك بيؤمر جيو انه ينهي جوازه بليانج وما يفكرش فيها تاني. الظاهر كده ان كل حاجة ضد الجوازة دي والله. المهم بنرجع لجيو اللي بيرفض وبيقرر يدخل السجن بدل من انه ينهي جوازه بليانج. ولما بترجع ليانج مع هيليان للقصر بتاعه بعيد عن الملك والد جيو، وهنا بيبدأ هيليان يحن لأيام زمان لما كانوا سوا وعايشين بكل حب، لكن دلوقتي للأسف ليانج مش فاكراه. وأثناء وجود ليانج في القصر معاه بتلاقيه مختلف في معاملته المرة دي معاها، وبيحاول يعالج جرحها اللي هو سببه قبل كده أصلا، وبيحاول إنه يعتني بيها. فبيجي لليانج المساعد بتاع الأمير جيو، ولما بتسأله ليانج عن حاله بتعرف إنه حاليا في السجن بسبب عدم تركه ليها. فبتجري ليانج على هناك علشان تحاول تقنع والد جيو إنها هتخلي الأمير يلغي جوازه منها، لكن هنا بتعرف إن في عقوبة عليها، وهي إنها تفضل مكان جيو بتتعذب ومن غير أكل ولا شرب. ولما بيعرف جيو إن ليانج عملت كده علشانه بيروح علشان يخلصها من اللي هي فيه. وهنا بيقابل هيليان اللي شايفها بتتعذب قدامه وساكت ما بيتدخلش، فبيهزقوا جيو وبيروح لليانج علشان يخلصها من سجنها. ولكن لما بيوصل لها وبيعرف منها إنها لغت الجواز، وبكده هو ملهوش إنه يكون جنبها، وبتفقد ليانج وعيها أول ما بيفكها جيو. فبيطلب وقتها جيو من هيليان إنه ياخدها معاه علشان تتعالج وتستعيد نفسها من تاني، وبيبدأ هيليان يعتني بليانج لحد ما بتفوق. بعدين بنرجع للشخص ده اللي مازال بيبحث عن هيليان وليانج وعاوز يحصل منهم على نقطة دم علشان يستخدمها ويكون عنده نفس قوة هيليان. وبنرجع لهيليان اللي بيشوف ليانج قصاده بتستعيد قواها من تاني، وكل ما كان بيحاول يهرب من مشاعره تجاهها لكن بيضعف أول ما بيشوفها وبيكتشف إنه لسه بيحبها زي زمان. وبنروح بعدين لجيو اللي قاعد في القصر بتاعه مفتقد وجود
ليانج، وبيفتكر أول مرة شافها فيها لما كانت فاقدة الوعي، ولما فاقت يومها لقاها مش فاكرة حاجة. وقتها لما فاقت وابتدت تتحسن وكانت عايزة تمشي، هو رفض إنها تبعد عنه، وكان بيتلكك علشان تقعد معاه ويقنعها إنهم يتجوزوا في الآخر، خصوصا إن ليانج وقتها أنقذت حياة جيو، فهو شايل لها الجميلة دي لحد النهاردة. بنرجع لوقتنا الحالي وبيجي خبر لجيو إنهم أخيرا لقيوا الشخص اللي ظهر وكان عايز ينهي حياة ليانج. بيروح له وقتها جيو وبيكذب عليه الشخص ده وبيقول له إن ليانج الأميرة بتاعته وإنه من المملكة اللي ليانج بتنتمي ليها، لكن جيو بيفهم إنه كذاب لما بيشوف ودانه اللي ما فيهاش العلامة اللي بتدل على إن دول أبناء القبيلة. بيضغط جيو على الشخص ده علشان يعترف، وفعلا بيقول له الشخص ده إن من 3 سنين تم القضاء على عائلة ليانج بالكامل، واللي عمل كده كان هليان، وإنه بيدور على ليانج دلوقتي علشان يستعيد فرع ليانلي ويحيي شجرته ويخلص من ليان هي كمان. طبعا جيو بيقلق جدا على حياة ليانج وبيقرر إنه يروح لهم. وعلى جانب تاني بيغيب هليان عن القصر، وبتكون ليانج خلاص أقنعت نفسها إنها زوجته، وبتكتب له رسالة علشان تبعتها مع المساعدة بتاعته، لكن وهي بتدور عليها بتلاقيه ظهر قدامها، وبيحس هليان وقتها بمشاعر ليانج اللي ابتدت تتغير تجاهه. وبيكون هليان جايب لها معاه حاجة من روح الشجرة بتاعة مملكته اللي بتشفي أي مرض أو جرح. لكن هنا بيوصل جيو اللي بيرفض إن ليانج تاخد أي حاجة ممكن تأذيها، لكن ليانج بتقوله أنا كبيرة كفاية وأنا هتعامل مع العلاج بنفسي، لكن من غير ما تجرح مشاعره طبعا. وبعد ما بتقعد ليانج مع جيو وبتسأله عن سبب وجوده هنا، بيكون لسه هيحكي لها، لكن لسانه بيعجز إنه يعرفها إنه اتأكد إنها تبقى مرات هليان فعلا، لأنه لو عمل كده هيخسر ليانج للأبد. فبيقرر جيو إنه يسكت. لما بيكونوا هما التلاتة بيتعشوا سوا، بتلاقي ليانج فجأة النار مسكت في هدوم هليان، وهو بينقذها لما كانت هتقع على وشها، ولما بتشوف ظهره وقتها بتلاقي فيه آثار لحروق، فبيقرر إنها تروح له لما بيكون قاعد لوحده، وبتبدأ إنها تعالج الجروح دي. وفي الوقت ده بيكون جيو مراقبهم من بعيد وبيشوف مشاعر ليانج وهي بتتغير تجاه هليان، ولكن هليان بيحاول إنه يبعد عنها وما يخليهاش تقرب منه برضه. ولما بتكون ليانج قاعدة وبتفكر تعمل هدية لهليان، وفعلا بتعمل زي مصباح كده بينور في الضلمة، بتروح علشان تديهوله. وبعد ما بتسيبه وبتخرج بيفتكر هليان الوقت اللي صحي فيه ولقى عشيرته والمملكة بتاعته كلها متدمرة، وكمان ليانج كانت هربت ومش لاقيها في أي مكان، فبيقوم يكسر المصباح اللي عملته ليانج. تاني يوم بتكون ليانج قاعدة بتفطر في أمان الله، وبتلاقي هليان جالها وادالها الدواء المستخلص من الشجرة اللي ورانا دي، وقبل ما يديها الدواء بيسألها إذا كانت بتعاني من أي مرض، لأن وقتها العلاج هيكون خطر عليها، لكن ليانج بتاخده منه وبتقوله إنها مش بتعاني من أي حاجة. ولكن الغريب إن أول ما بتاخده ليانج بيلاقيها فقدت الوعي على طول. بيوصل في الوقت ده جو اللي قلقان وخايف من هليان لأنه متخيل إنه هو اللي أذى ليانج، ولما بيسأله هليان إذا كانت ليانج عانت من أمراض قبل كده، بيعرف من جيو إنه لما لقاها من 3 سنين كان جسمها ضعيف جدا ومريضة، وكان عندها جرح كبير مكان القلب عندها، فبيجري هليان ناحيتها، ولما بيشوف الجرح الغريب ده بيستغرب، لكنه بينجح إنه ينقذ ليانج الحمد لله. بعدين بيخرج هليان علشان يكلم الدكتور يفهم منه، وهنا بيعرف إن الطب عاجز عن حالة ليانج بسبب الجرح اللي عندها. لما بيفضل هليان يفكر إنها ممكن تكون مخبية فرع ليان اللي جواها، وعلشان كده هي بتعاني من الألم في المكان ده. بيقطع التفكير ده جيو اللي وصل لهليان بحراسه اللي ملهمش لازمة دول، وبيبدأ يسأل هليان عن أذيته لليانج، فهليان بيقول له انت ما لقيتش غيري انا اللي تقول له كده، وبيأكد له ان سبب فقدان ليانج لعيلتها زمان ما كانش ذنبه، وانه ما اذاهمش زي ما هو متخيل. في الوقت ده بتوصل المساعدة الخاصة بهليان اللي بتقول لهم ان ليانج في خطر، لانها راحت علشان تعرف مين الشخص اللي الامير جيو أسره واللي كان حاول انه ينهي حياة ليانج قبل كده. بيتحالف وقتها هليان مع جيو علشان يروحوا ينقذوا ليانج اللي مع الشخص الغريب ده، وبيطلب من هليان انه يجرح نفسه علشان يحصل على اللي هو عايزه، اللي هي نقطة الدم الخاصة بهليان، علشان يكون عنده نفس القوة بتاعته. وبعد ما بيجرح هليان نفسه علشان ينقذ ليانج اللي بين ايد الشخص ده، بيروح على طول وبيهجم على الشخص ده وبينجح انه ينقذ ليانج. بعدها بنرجع فلاش باك من 3 سنين لما كانت ليانج بتودع أسرتها علشان تروح حفل زفافها على هليان، واللي بنكتشف وقتها ان الشخص اللي كان هيخطف
بيخلص في الوقت الحاضر هو اخوها. ولما بتوصل ليانج القصر عائلة هيليان وبتجيلها اللي هتساعدها في تجهيزات الفرح، بتفتكرها انها جاية هنا علشان مهمة، وهي انها تخلص على هيليان علشان يملكوا المملكة بتاعته وتكون بتاعتهم، خصوصا انها مملكة غامضة ومش اي حد بيقدر انه يوصل لها. ووقتها اخو ليانج هيحرق الشجرة اللي قرفانة دي علشان ياخد السر اللي جواها ويكون اقوى واحد في العالم. لكن ليانج بتكون واقعة في حب هيليان، وبيتم مراسم الاحتفال بجوازهم على خير. وبعد ما اتجوزوا راحوا للشجرة اللي مش هنخلص منها دي، وبيتم الرباط بينهم كزوجين علشان يكمل الاتنين حياتهم في حماية بعض. لكن بتكون الخادمة دي مش سايبة ليانج في حالها، وبتفضل تهددها بحياة باباها ومامتها اللي في خطر، وانها لازم تنهي حياة هيليان، وبتديها آلة حادة علشان تخلص بيها عليه. وفي يوم بتطلب ليانج من هيليان انه يفضل معاها الليلة دي، عشان هو اصلا من ساعة ما اتجوزها بينام بعيد عنها، وبتطمن انه نام. لكن في الحقيقة هو بيكون حاسس بيها، وبتقوم علشان تخلص عليه، لكن ما بتقدرش، وبتمنع نفسها عن انها تأذي اكتر شخص كان لطيف معاها في التعامل. تاني يوم بتقرر ليانج انها تاخد السيف ده وتدفنه في مكان بعيد عن القصر، لكن بيكون هيليان مراقبها وبيعرف انها مخبية سيف مسمم كمان. لكن لما بيفتكر انها ما اذتهوش بيكون مستغرب، امال هي شايلاه معاها ليه؟ ولما بتكون ليانج قاعدة لوحدها بتجيلها الخادمة الحرباية دي، وهنا لما بتلاقي ليانج ما خلصتش على هيليان بتقرر انها تخلص عليه هي. لكن وقتها ليانج بتستحلف لها انها لو قربت من هيليان هتزعلها، ولكن الخادمة مش هتسكت برضه وهتفضل ورا الموضوع مش هتسيبه. لما بيجي واحد من حراس هيليان وبيعرفوا ان ليانج بعتت رسالة لعيلتها تطمن عليهم، وكمان بيعرف هيليان ان وقت توديع ليانج لأسرتها باباها ما ظهرش اليوم ده، وانهم حتى ما بعتوش يطمنوا عليها، فهو حس ان في حاجة غلط في مملكة ليانج، وبيقرر انه يسيب ليانج شهرين ويروح فيهم عند اهلها ويعرف ايه الاخبار. في الوقت ده بتكون الخادمة عايزة توصل لهيليان علشان تخلص عليه وتبقى هي الكل في الكل، وده طبعا وعد اخو ليانج ليها، لكن مش بتقدر انها تستنى لما يرجع هيليان بعدها بشهرين، وبتقرر تروح تحرق الشجرة. وبتوصل وقتها ليانج اللي بتحاول تطفي الحريقة دي، لكن للاسف بتفشل. وبالرغم من فشل ليانج وقتها بنلاقي المطر اتدخل وحل الموضوع وسيطر على الحريق الحمد لله. لكن بتتصاب ليانج وقتها وبيرجعوها للقصر من تاني علشان تلاقي العلاج، وبتشوف ليانج حب اهل البلد وقتها تجاهها علشان حاولت انها تضيع حياتها مقابل ان الشجرة تفضل عايشة. ولما بتفوق ليانج بتفضل مستنية عودة هيليان ليها بفارغ الصبر، وقاعدة تعد الليالي، وبتلاقيه وصل الحمد لله بالسلامة، وبتروح تستقبله، وبتكتشف وقتها ان حبها لهيليان كان بيزيد مع الوقت وهي مش حاسة. وبعد ما ابتدوا هما الاتنين يعترفوا بحبهم لبعض، راح هيليان للعمة تشوي اللي هي حد قديم كده في المملكة بتاعتهم، وبيعرف منها انه هيربط فرع ليانلي بالشجرة الإلهية بحيث لا يمكن لليانج وعشيرته تتأذي، ولو ده حصل لا سمح الله بيتم وقتها جمع فرعين ليانلي سوا، اللي هو واحد مع هيليان وواحد مع ليانج، ووقتها هيتم إحياء الشجرة والعشيرة. ولما بيوصل بعدها هيليان للقصر وبيلاقي ليانج في انتظاره بيفقد وعيه بسبب اللي حصل من شوية وربط جسده بفرع ليانلي. بتفضل ليانج جنبه وبتعتني بيه، لكنها بتروح لتشوي وبتطلب منها انها تعمل نفس اللي عمله هيليان، وبكده هي بترد له حمايتها ليه وبتعبر له ولو بجزء بسيط عن حبها. وبعدين بيجي رسالة لليانج من اهلها في المملكة، فبتودع زوجها هيليان وبتطلب منه انها تروح لوحدها، وبيوافق هيليان لكن وهو قلقان عليها طبعا. واول ما بتوصل ليانج لهناك بتكتشف ان اخوها الغتت ده مخلص على باباها، وبيبدأ يحكي لنا فلاش باك لحياته الشريرة اللي بيصعب علينا في الاخر، وبيعرفنا ان بسبب التفرقة ما بينه وما بين ليانج من وهم صغيرين لما كبر ما شاء الله خلص على باباهم. لما بتسمع ليانج اللي بيتقال ده بيغمى عليها، ولما بتفوق بتجيلها الخادمة دي تاني وبتعرف وقتها ليانج منها انها حامل. ولما بتتأخر ليانج في عودتها لهيليان من تاني لدرجة ان بيعدي شهور وبتكون قربت على الولادة، وبيقلق عليها هيليان فبيقرر انه يروح لها بنفسه، وبيقابل اخوها اللي بيرحب بيه اخر ترحيب. وبعد ما بيخلصوا الاحتفال بيديله مشروب كده فبيخليه يفقد الوعي. على جانب تاني بتكون ليانج بتولد وبتخلف ولي العهد، وبيبدأ اخو ليانج في الوقت ده انه يعذب هيليان لحد ما تقرر ليانج انها تقول له طريق الدخول لمملكة هيليان. ولما بتكون ليانج مع طفلها بتستخدم حاجة كده كان بيديها لها هيليان تساعدها على النوم، وبتروح كاتمة بيها نفس الولد الصغير. حرام عليكي والله، بس هي كان قصدها هنا انها تنيمه بس، لكن علشان تقنع اخوها وقتها انها فقدت طفلها وتقدر تخرج بيه بسلام. وبتقرر ليانج انها تقول لاخوها طريقة الدخول للمملكة، وبتروح ناحية هيليان وبتطعنه بالسيف، وبتروح واخده هيليان على كتفها كده وبتمشي بره البلد دي. بنرجع من الفلاش باك اخيرا لوقتنا الحالي، وبتفوق ليانج
ليانج بعد الخناقة اللي كانت حاصلة من شوية بين أخوها وهليان. وقتها لما بتكون ليانج استعادت ذاكرتها وافتكرت أوقاتها مع هليان بتجري عليه، فبيفهم وقتها هليان إنها الحمد لله افتكرت هو مين. بعدها بيوصل جيو وبينضم ليهم وبيطمن على سلامة ليانج. ولما بيمشي جيو وبيرجع لوالده الملك، اللي بنكتشف وقتها إن قرص السما اللي كان جيو عايز يديه لليانج ده دي حاجة بتخلي أي حد يرجع للماضي أو يشوف المستقبل، بس في طقوس معينة بتحصل علشان يتم كده. وقتها بيطلب جيو من والده إن يساعد هليان إنه يرجع من 3 سنين للوقت اللي من بعد خروج ليانج بهليان وطفلهم علشان يعرفوا إيه اللي حصل بعد كده. لكن باباه للأسف بيرفض الطلب ده علشان بيكون في أضرار بتسببها العودة للماضي. لكن جيو غشيم ومش فاهم ده ومصمم على قراره وبيقف قصاد باباه. ولكن بيضعف الملك قصاد ابنه وبيقرر يعمل لهم اللي هم عايزينه ويساعد هليان في إنه يعرف إزاي من 3 سنين ليانج أنقذت حياته بعد الطعنة، ويعرفوا فين فرع ليانلي الخاص بليانج. بيوصل جيو لهليان وليانج وبياخد منها الرابطة اللي على ايديها اللي عليها دم ليانج من الإصابة اللي اتعرضت لها، وبيديها لهليان وبيقول له روح كلم الملك عايزك. ولما بيوصل هليان للملك بيلاقيه حاطط حاجة على عينه وقاعد قصاد قرص السما، وبيستخدم دم ليانج وهليان علشان يبعت هليان للماضي. وهنا بنرجع فلاش باك من 3 سنين بعد ما ليانج خدت هليان وطفلهم وخرجت من المملكة، وبنعرف ان وقتها ليانج كانت هتعالج هليان بفرع ليانلي وتعيد احيائه، استغفر الله العظيم يا رب. ولكن في الوقت ده وصل اخوها الغتت وبتحاول ليانج انها تقف قصاده علشان ما يلاقيش جسد هليان. لكن اثناء ما اخوها بيضغط عليها علشان تقوله، بتقرر وقتها ليانج انها تمسك فرع ليانلي الخاص بيها وتروح تحطه جوه قلبها. وبتروح ليانج وقتها ترمي نفسها من فوق حاجة عالية جدا كده، يتم انقاذ هليان بسبب تضحيتها علشانه. وكمان قدرت انها تبعد اخوها عن طريقهم. الحب يعمل المعجزات برضو. لما بنرجع لوقتنا الحالي وبيبقى يا عيني هليان بيعيط بسبب انه ظلمها زمان واتهمها انها هربت وكانت السبب علشان عشيرته تنهار، لكنها ضحت بنفسها وقتها علشان تنقذ حياته. فبيرجع هليان وبيعتذر لليانج عن شكه فيها. وبنلاقي جيو راح لوالده الملك وهو كمان اكتشف ان استخدام قرص السما محتاج تضحية، وهو ان الشخص اللي هيعمل طقوسه لازم يفقد بصره. فوقتها بيحس جيو بالذنب جدا تجاه والده. وطبعا انت دلوقتي بتسأل فين طفل هليان وليانج؟ تعال اما احكي لك. لما فاق هليان بسبب تضحية ليانج عشانه، قام وخد الطفلة دي اللي هي بالمناسبة كبرت وبقت بنوتة جميلة اسمها شيليو، وخباها مع ناس في مملكة ليانج بتاعت زمان علشان محدش يتخيل ان بنتهم هناك. ولما بيوصلوا هما الاتنين للطفلة وبيسلم هليان عليها، لكن شيليو ما بتكونش عارفة ليانج دي تطلع مين، وبتكون يا عيني ليانج نفسها تاخدها في حضنها وتعوضها عن ال3 سنين اللي بعدتهم عنها. بنسيبهم شوية وبنروح لأخو ليانج اللي مش ناوي يودع خالص ده، وبنكتشف انه حصل على اللي كان عايزه، وهو قوة هليان الخارقة اللي قدر انه يحصل عليها من اجتماع فرع ليانلي الخاص بليانج من 3 سنين لما ضحت بنفسها علشان هليان، ومن فرع ليانلي الخاص بهليان اللي برضو انقذ بيه ليانج من كام يوم. اهو بسبب تضحياتكم لبعض دي خلتوه يوصل للي هو عاوزه. ومن هنا بتقرر ليانج انها ترجع قصرها القديم في المملكة تاني وتستدرج اخوها علشان تقدر تاخد منه قلب الشجرة الالهية اللي معاه علشان تعيد احياء الشجرة. وفعلا بتسيب رسالة لهليان انها هتروح القصر هناك تخلص طار قديم كده وترجع مسافة السكة يعني. وعلى جانب تاني بيفتكر هليان كلام الملك ليه، وهو بيقول له ان زي ما شاف الماضي شاف كمان لمحة من المستقبل، وهي ان الشخص اللي معاه دبوس الشعر الخاص بليانج دلوقتي هو اللي هيكون عايز يخلص على الشجرة الالهية، وانه لازم يدور ويعرف الشخص ده بنفسه. وخليني اقولك ان وقت الفرح بتاع ليانج وجيو في الاول خالص دبوس الشعر وقع منها وسط كل الدوشة والخناقة اللي حصلت دي. واثناء ما بيكون هليان بيبحث عن الشخص اللي معاه دبوس الشعر بيلاقي جيو جالهم يطمن عليهم. وهنا جيو بيقابل المربية بتاعة شيليو، وغالبا كده في قصة حب جديدة هتبدأ هنا. لما بياخدهم هليان ويرجعوا القصر بيلاقي رسالة ليانج فبيجري عليها علشان ما يسيبهاش لوحدها. ولما بيوصل هليان بيلاقي ليانج دخلت القصر بمساعدة صاحب الجلالة، وبتخلص على المساعد بتاع اخوها علشان قعد يستفزها ويقول لها ان اخوها حصل على اللي عايزه وانه هيرجع ويخلص على هليان، وبيقعد يفكرها باللي حصل زمان وانه هيتعاد تاني، بس المرة دي هيكون بفقدان زوجها وحبيبها هليان للأبد. وبعدين بترجع ليانج مع هليان للقصر، ولما بيوصل رسالة لصاحب الجلالة ان جنوده بيتم القضاء عليهم بيفهم ان كله من اخو ليانج الغدار، وبيقرر ينزل بنفسه يدور عليه ويجيبه. وفي الأثناء دي بتكون ليانج مع هليان وبيشوفوا صاحب الجلالة في الشارع وبيروحوا يشوفوا
يعرفوا فيه ايه. وهنا بيكون اخوها بيراقبهم وبيقول اهم متجمعين بربطة المعلم، فهنا انا لازم اتدخل. وفعلا بيروح لهم اخوها ومش بيكذب خبر، وبيبدأ يقاتل هيليان وبيكونوا متساويين في القوة ومحدش قادر انه يخلص على التاني. ولكن الغريب ان هيليان لما حاول يأذي اخوها بالسيف لقى ان كل ما بيأذيه وبيتألم اخو ليانج من الألم بيلاقي ليانج هي كمان بتتألم، واللي بيحصل في اخوها بيحصل فيها، وده بسبب الربط الدموي اللي ما بينهم. وهنا طبعا مش بيكون هيليان قادر انه يتخلص من اخوها الرخم ده، لكن ليانج بتكون عايزة تخلص منه بكل الطرق حتى لو على حساب حياتها، فبتجري على اخوها وبتحاول انها تطعنه هي، لكن هيليان بيتدخل وبينقذ حياتها وبيرجعها للقصر تاني. ولما بترجع معاه ليانج بيبدأ يحكي لها عن اول مرة شافها فيها لما كانت موجودة هنا من كذا سنة، وكان معاها طفلة صغيرة مصابة، وشاف وقتها حنيتها على الطفلة دي وخوفها عليها فوقع في حبها. وعلى جانب تاني بيكون جيو قاعد مع المربية بتاعة شيليو وبيتشاركوا احزانهم سوا، وانه هو حب ليانج والمربية حبت هيليان، وهما الاتنين سابوهم وحبوا بعض. فبيقرر جيو والمربية انهم يحبوا بعض بعد ما لقيوا مفيش فايدة منهم، وبتبدأ علاقتهم تتحسن كتير، خصوصا بعد ما طلبت المربية من جيو انها تساعد والده الملك في استعادة بصره، وده علشان هي دكتورة المملكة دي كلها. بنسيبهم وبنروح لليانج اللي بدأت تقرب اكتر من بنتها شيليو، لكن لسه ما قالت لهاش انها مامتها. وبينضم هيليان بعدين لليانج وبيجيلهم رسالة ان اخو ليانج فارد عضلاته على كل حراس المملكة وبيخلص على اي حد يجي في وشه ومش همه حد. ولما بيوصل هيليان لاخو ليانج علشان يحاول يهديه من الجنان اللي هو فيه ده، بيبدأوا هما الاتنين يقاتلوا في بعض. واول ما بيتجرح اخو ليانج للاسف زي ما قلنا بتتأثر ليانج، وهنا هيليان بيتصدم، قال يعني ما شافش المشهد ده قبل كده. ولكن المرة دي ليانج بتكون مش هاممها حد وعايزة تنهي سلالة العيلة اللي عاملة قلق دي، وبتحاول ليانج انها تخلص على نفسها علشان اخوها هو كمان يتكل على الله، لكن هيليان بيتدخل وبيمنعها وبياخدها وبيرجع للقصر، وبيفضل من وقتها عينه عليها علشان ما تعملش حاجة في نفسها. وبعدين بنروح لتجمع فيه هيليان وجيو وليانج، وبنلاقي رسالة جات لهم ان دبوس الشعر ده مع الخادمة اللي تبع اخو ليانج، وهنا بيقرر هيليان يروح لها، لكن للأسف أول ما بيوصلوا بيلاقيها ميتة ومش موجود معاها دبوس الشعر. وبنرجع فلاش باك بسيط وبنعرف ان اخو ليانج هو اللي خلص على الخادمة لما كانت بتستفزه وبتتريق عليه. هو كده اللي بيتريق على حد في الزمن ده بيخلص عليه، معروفة يعني. وبعدين بنيجي للصدمة وهو زيارة ليانج للمربية علشان حاسة بألم مكان فرع ليانلي اللي في قلبها، وبتعرف وقتها ليانج ان بمجرد احياء الشجرة من تاني وانقاذ مملكة هيليان هتنتهي حياتها. ولكن هيليان مش بيكون عنده علم بكده، ولما بيوصلوا عند الشجرة هما الاتنين بيلاقوا اخو ليانج اللي وصل قبلهم وبيحاول يحرق الشجرة علشان لو تم احيائها القوة اللي فيها تروح منه تاني. ووقتها بيعرف هيليان ان نهاية حياة ليانج مرتبطة باحياء الشجرة، وبيكون محتار هيضحي بالمملكة ولا بحبيبته ومراته ليانج. ولكن ليانج بتكون عارفة هي عايزة تعمل ايه، وهو احياء الشجرة حتى لو على حسابها. وبتصحى ليانج تاني يوم وبتودع كل حبايبها واحد ورا التاني، وبتوصي المربية على شيليو، وبينتهي لقائها بهيليان اللي بتودعه هو كمان علشان مصيرها اللي مستنيها ومحدش يعرف لحد دلوقتي. ولما بتوصل ليانج مع هيليان لمكان الشجرة بتروح ضربة نفسها بآلة حادة، واول ما بتفقد توازنها بتقع، وبيجري عليها هيليان من صدمته وهو شايفها بتضيع بين ايديه، وبيلاقي ان الشجرة بتبدأ اوراقها تتفتح من جديد. وبكده تمت مهمة ليانج اللي كانت عايزة تعملها بنجاح. وعلى جانب تاني بيكون اخو ليانج طبعا بسبب الربط ما بينه وما بين ليانج خلاه يحس بنفس الاحساس اللي حسيته ليانج، وبتنتهي حياته بين الحراس اللي محدش فيهم حاول يساعده بسبب اللي كان بيعمله فيهم. وبعد ما بيفوق هيليان من صدمته شوية بيودع شيليو اللي هتعيش دلوقتي مع المربية وجيو، وبيطمن على مملكته اللي رجعت له قصاد حياة حبيبته ليانج وتضحيتها. وبيروح هيليان وبينهي حياته جنب ليانج، وبكده هو ما سابهاش وفضل معاها لآخر نفس في حياتهم هما الاتنين. وهنا بيكون خلص مسلسلنا. اشوفكم بقى في ملخص جديد. سلام.